أن تكتب الشعر يعني أن ترى الأشياء بشكل أجمل، يعني أن تعطي من نفسك لكل صورة لتبدو أكثر ألوانا وإشراقا. الشاعر علي تشلاغا أرحب بكم في ملتقى هيفي الثقافي على أثير راديو هيفي اف ام. أهلا وسهلا. أستاذ علي، كيف عرفت بأنه يمكنك أن تكتب نصا ما؟ لكل إنسان في حياته فترات ومراحل يمر بها، فالإنسان منا منذ نعومة أظافره والشعر نابع منه، ولكن هيهات أن يدرك أي إنسان هذا النبوع. لحتى يكشف عن هذا الإبداع لابد أن تتصقل هذه الموهبة، فالموهبة هي عطاء ونعمة ينعم بها الإنسان، ولابد لنا الوقوف دقيقة على هذا الموضوع. فأنا من الصغر منذ أن كنت يافعا، أختي الكبيرة كانت تدرس الألف باء القرآنية، كانت تدرس مجموعة من بنات القرية، كنت أحضر معهم أشاركهم، كنت صغيرا جدا لا أتعدى الصف الأول أو الثاني. فعندما كانت تغيب لبعض الأعمال اليومية والمنزلية كنت أنوب عنها وأدرسهم، وكانت دائما تثني علي وتقول لي الله يعطيك العافية. لاحظت أنك تكتب الشعر بغزارة، كتبت عشرات القصائد، هل استطعت أن تروض القصيدة كما تريد؟ كنت تقصد بالمعنى الإيحائي أو الشكلي، أعتقد أن القصيدة أو الكلام الشعري هو الذي يروض الشاعر. حينما تكتب ما المهم بالنسبة لك، البيت الشعري أم الكلمة المفردة؟ لم ألحظ يوما منذ أن كتبت القصيدة والشعر على السواء أن اخترت كلمة لم أحس بها، وكنت دائما أكتب الشيء الذي أحس به من صميم أعماقي منذ صغري وحتى الآن. الشعر استشعار بحادثة، بصورة، كيف توظف الصورة في بناء هرم القصيدة؟ إذا كان قصدك الصورة الشعرية نعم، فالأمر مختلف تماما عن صورة التلقي عند نفس الشاعر. الصورة تعني أولا أن تكون مهيئا ذات أرضية قوية لحتى تلقي الصورة المقابلة ظلالها على قلبك وأحساسك وشعورك لأن تبدع في القصيدة والأداء. أستاذ علي، ما رأيك أن نستمع إلى قصيدة؟ على راحتك أستاذ. هذه قصيدة كتبتها منذ أيام ونحن نعاني ألما شديدا في قلوبنا ووجداننا، لابد الوقوف عليها. دم على الجليد، سكون الصباح ممتد للمدى، يقتحمه صوت البلادة، وذكر حجل حائر، وصهيل من أبعد نجمة ضالة، وصهيل من أبعد نجمة ضالة بجهات أربعة، يلف ساعة الرمل، وهي تقضم البارحة والغدا، فكيف ينتظر الوهن النهار خلف هضبات نائية، وكيف لشفاه الحروف أن تلملم قشور الصحوة من طول مساحات الليالي وعرضها، ورمق البلاغة حلق في أذني بحيرة وان، كما وأضواء شرفات النهار مفاتيح كنوز التقوى في أرض طقوس الفردوس، تغطي غيوما فوق جبال الكروم، ولحن شرق يوقظ العشق في تكية نمرود من أعماق القبر، فما فوق التراب بعد النصر إلا خراب. لقد حلقت بالقصيدة، وأسألك ما دور الخيال في قصيدتك؟ لا أظن أن هناك خيال في أي قصيدة على الوجود، فالشاعر عندما يحس بالكلمة يكتبها
أو يغنيها أو يرسمها يدرك تماما أنها الحقيقة المفروضة وليست خيال، فلا خيال في أي قصيدة، وإنما التغني بالحلم. التغني بالحلم يعني الواقع الخيالي وليس خيال الواقع. ما هي خطوط الفصل بين الشاعر والإنسان العادي؟ نعم، خيوط الفصل: الشاعر والإنسان العادي شخص واحد سيان في المشاعر والأحاسيس، ولكن الفرق الوحيد هو الإحساس الزائد عند الشاعر. فما يشعر به الشاعر يشعر به الإنسان العادي، لكن الإنسان العادي لا يستطيع أن يعظم الشيء الذي يشعر به. أما الشاعر يستطيع بلفتة انتباه أن ينتشل أي شيء أو أي موضوع من واقعه الأليم ويتغنى بهذا الشيء. هذا هو الفرق فقط. لقد لاحظت أنك تكتب أنواع مختلفة من القصيدة. نعم. أين ترتاح، مع القصيدة الشعرية الكلاسيكية أم مع الشعر الحر؟ ليس عندي فرق، وليس هناك قصيدة كلاسيكية أو شعر حر. أظن بعد مدارس الشعر الحديث وانطلاقتها بين الحربين العالميتين، بالأخص إنشاء مدرسة العظيم أندريه بريتون السريالية وكسرها لجميع أنواع حواجز الجمود، بدأ المبدعون فعلا يبدعون في القصيدة. ليس شرطا أن تكون القصيدة مقفى أو أن تكون عمودية أو أن تكون منثورة. المهم هو إيصال الفكرة إلى المستمع والمشاهد والمعاني في المجتمع، وأن يخدم قضية شعبه. من هنا كيف نفصل بين القصيدة وبين النثر؟ أظن أن القصيدة والنثر وليد واحد من خلية واحدة، من شأن واحد وذات واحدة، لا فصل بينهما. تستطيع إلقاء القصيدة بأسلوب وموسيقى معينة، وبنفس الطريقة تستطيع إلقاء النثر، فيصبح النثر شعرا والشعر نثرا. هذا الشيء يتوقف، يعني ناهيك عن علامات الترقيم والإشارات وهذه الأمور التي لم تعد لها أي معنى في وقتنا الحاضر. فباتت القصيدة بالأخص عند الشعوب المظلومة والمغلوب على أمرها كالشعب الكردي في هذا الزمن، لم يعد الشاعر أو الكاتب رهين الكلمة أو رهين القافية أو رهين حدود مصطنعة صنعوها قبل مئات السنين. وأسألك عن القصيدة الطويلة والاسترسال فيها، ألا يساعد في بعثرة فكرة القصيدة نفسها وإطالتها؟ كيف يمكن ضبط الإرسال وإقفال القصيدة بشكل مناسب؟ وهل الذي يكتب القصيدة أو النثر هو الذي يتحكم بالقصيدة، أم الفكرة وإحساسه العميق هما اللذان يتحكمان بإقفال القصيدة؟ فالإنسان الشاعر عبارة عن كتلة متكاملة من الأحاسيس والمشاعر. يقال بأن القصيدة العربية من حيث بنائها الوزني كانت أبا روحيا للقصيدة الكردية. إلى أي حد يبدو الأمر صحيحا؟ نحن والأخوة العرب منذ مئات السنين نتعايش في منطقة جغرافية واحدة، والقصيدة العربية القديمة لا تستطيع أن تركز السؤال على القصيدة العربية القديمة جدا. إذا أردنا التذكير بالقصيدة العربية القديمة جدا، لها أوزانها الخاصة وقافيتها الخاصة ودراساتها الخاصة جدا. أما بالنسبة حتى بالنسبة للقصيدة العربية
يعني أدخلت الحداثة فيها، تحدثت القصيدة العربية نفسها فصارت توازي القصيدة المكتوبة بالكردية. نعم، أن معايشة الشعوب واندماجها الفكري والسياسي والإثني له التأثير الأبلغ على هذا الموضوع. فنحن والعرب منذ مئات السنين نعيش في منطقة جغرافية واحدة. أستاذ علي، كتبت باللغة الكردية وباللغة العربية، بأي لغة ترتاح أكثر؟ والله أظن نحن في مدارسنا لم نتلقى تعليما باللغة الكردية، وكنا نعاني من هذا الشيء إلى حد كبير جدا، فدراستنا كانت باللغة العربية. حتى أتذكر في المدارس كانوا يمنعوننا عن التحدث باللغة الكردية، أرغمنا على التحدث باللغة العربية. هي لغة إنسانية شيقة جدا، لكن لغتي الكردية هي لغتي الأم، أفتخر وأعتز بها جدا. فما رأيك إذن أن نتجاوز هذا الخلل ونقرأ قصيدة باللغة الكردية؟ كوباني كوباني آخ كلها أفيني، كوباني آخ كلها أفيني، إيرو ماي كوم كوجياجيني، هسرين شافين تدجوارن دنالينم إيشا بريني، بوهاراتا تشرنجينا چیچکو لال و ازمان شینا، دل و جان و هناو هرشتن بریندار هیگولا خوینی، یارا دلال نکا گرین، یارا دلال نکا گرین، ترون دکان هو ببارین، دیاری تا جان و روان خشکا قامش لو عفرینی. لديركي هوارو شينا، جان غوريان فاد خملينا، دهوكو هولير زور دنالن بو ترندي اي خمرفيني، عمود سوزدارا مني، عمود سوزدارا مني، دوت مامي لبندا مني، لچلاغا لدربيسيه آگاه دارن هاي شيريني، دل آرم از كوبانيما، دل آرم از كوبانيما، هيمك جسري لاطيما، ازم بوكا فراتي لال، ازم پسمامي مرديني. هر بربانگی از دباکم، هر بربانگی از دباکم، از نگارا کرد خاکم، کردستان دایکا منا نایم فروتنو کرینی، کردستان دایکا منا نایم فروتنو کرینی. أعزائي المستمعين، نتابع حوارنا مع الأستاذ علي تشلاغا. أستاذ علي، هناك شعراء كبار مثل أحمد خاني وفقي طيران وملاي جزيري اتبعوا النهج التصوفي في المعنى، هل هناك الآن اتجاه مخالف لذلك بين شعراء الشباب؟ لا أظن لهذا الحد أو الحد المقبول أو بلوغ النصاب الشعري بالتصوف. فالمرحلة التي كتب فيها الشاعر الكبير أحمد خاني وملاي جزيري كانت الفترة مرتبطة إلى حد كبير بالدين،
والدين كان له الأثر الأبلغ في نفوس الناس. أما في وقتنا الحاضر اتجاهات الشباب مختلفة جدا، لا أظن ذلك. عندما تنتهي من كتابة قصيدة هل تقرأها بصوت عال أم تقرأها قراءة صامتة لنفسك؟ القصيدة أولا لا أقرأها بل ألقيها على الصغير قبل الكبير. إذن تشارك الجميع بفرحتك هذه. نعم. وهل تأخذ بنصائحهم أم تحافظ على رأيك بقصيدتك وثقتك بها مهما انتقدها الآخرون؟ الإصرار على الرأي، ليس هناك ما يقال رأي في القصيدة، لأن الشاعر عندما يكتب لا يحاول أن يكتب شيئا، بل يكتب ما يملي عليه شعوره. ولا أظن أن هناك مبدعا أن يأخذ رأي شخصا في الشارع، ما رأيك بقصيدتي هذه؟ لا أظن ذلك. قبل الانتقال إلى محور آخر، ما رأيك أن تسمعنا قصيدة أخرى؟ شنغالي جاري شنغالم هيروشيما كرداما إيرو دلرزم دناف غورن هشياراندا از خويشكا حلب چاما اورن رشو تاري بسر من دا دبارين بارانا دخسي وكيني ما چيه لبروان نيرون دخوازن دارو سار و پلو مالن من بوشين دخوازن من كربكن من لالبكن من كوربكن وشاش بكن دادي روكا زردشتي كال ومدا بكن دخوازن كفيا قردوني بكرتين جهف سنجيه بيخن بآر دومان وجحري قوريني بدلي كردستاني بخن كسي لبرخو ناهلن وان ديلو جاردكن زاروكو خورتان دكو جن تولي خوينا وان دمجن هوارا از حلب نوما هوارا دنگ جيهاني لكوما. أستاذ علي، أظنك كتبت أجناسا أدبية أخرى عدا الشعر مثل المقالة والقصة والمسرحية. بالنسبة لهذه الأجناس أو الفنون الأدبية الأخرى غير الشعر لا يستغني عن أي أداة من هذه الأدوات الأدبية، فكلها متكاملة متشابكة روحيا ووجدانيا. أنا باعتقادي الخاص أقول بصراحة باعتقادي الخاص، من يكتب الشعر عليه أن يكتب موضوعا سياسيا، أو أن يكتب قصة قصيرة، أو أن يبرع في كتابة أي نص كان متعلق بالفنون الأدبية الأخرى. ضمن هذا الكم الهائل من الكتابات أين تجد نفسك؟ صراحة كل هذه الأشكال التي أكتبها في الأدب والفن، بالإضافة إلى أنني عازف طنبورة أو بزق. الشعر والأدب كما قلنا وأسلفنا كتلة متكاملة، ولا أميز بين كتاباتي سواء كانت في المقالة أو القصة أو المسرحية أو الرواية أو حتى القصيدة الشعرية. هل نشرت منها شيئا للقراءة؟ أنا صراحة لم أنشرها، ولكن بعض المواقع الإلكترونية نشرت لي بعد أن استأذنتني، لكنني ضحكت كثيرا عندما استأذنوني. أستاذ علي،
إذا طلبت منك أن تهدي قصيدة لأحد ما فلمن تهديها؟ هذه قصيدة باسم كوباني، أهديها أولا وبشكل خاص جدا جدا إلى أرواح شهدائنا الأبرار، إلى شهداء الكرد وكردستان عامة، وشهداء روج آفا كردستان خاصة، كما أهديها إلى المقاتلين الكرد على جبهات القتال مع تنظيم داعش الإرهابي، وأتوجع كدرا. كوباني: أرضعتني الشعر قوافي عاصفة، أرضعتني الشعر قوافي عاصفة، عشقا وهوى وثورة بركان. كوباني: أرضعتني من ماء الكروم الصافية، طفلا يداعب هموم الحنان. أهديتني سنبلة طرية من صرخة وطن، تدك جنون ابتهال الإيمان. كوباني: اقرعي الطبول لدروع الأبطال، اقتلي الخمول في عيون الأجيال، لنسقي الصمود نصرا مؤزرا، ونمضي للعلياء عزة وفخرا، ونغني في فجر يوم منير أغنية شعب يعشق الثورة. كوباني: تقبلين وتزهرين على أغصان الزيتون، وتخطفين أنظار الزهو من بريق العيون، فهلهلي فرحا في يوم عيد الشهيد، وجلجل الأكوان بصوت عتاق العبيد. كوباني. حبذا لو تقول كلمة أخيرة لراديو هيفي اف ام ومستمعيها الكرام. في هذه الظروف العصيبة جدا جدا جدا، والتي يتلبد سماء الكرد بها، لا يسعفني الكلام إلا أن أقول شيئا واحدا: التوفيق والتقدم لراديو هيفي العزيزة. أتمنى لها النجاح الدائم والمستمر نحو مستقبل مشرق ومعالجات جادة لقضيتنا العادلة، قضية الشعب الكردي. وشكرا. شكرا على هذه الفسحة. أعزائي المستمعين، كان معكم الأستاذ علي تشلاغا في ملتقى هيفي الثقافي. أسعد الله أوقاتكم وإلى اللقاء.